فتح اغتيال أبو عبيدة في الأسبوع الماضي باب التساؤلات حول حقيقة ما جرى منذ 7 من أكتوبر المشؤوم لغاية اليوم. إسرائيل اغتالت أكثر من 60 قيادي داخل حماس، أعضاء في المكتب السياسي، قادة ألوية ومسؤولي تنظيميين وماليين داخل الحركة. من سرب لإسرائيل أماكن تواجد هؤلاء القادة؟ من رصد تحركات هؤلاء القادة داخل القطاع وأعطى المعلومات لإسرائيل؟ من المعروف أن حماس حركة تنظيمية مغلقة، دوائر أمنية محدودة تعلم مكان وتحركات هؤلاء القادة. من سرب هذه المعلومات من داخل حماس؟ هناك اختراق أمني كبير في حماس من قبل إسرائيل، وهو ما يفتح باب التساؤل: لماذا لم تعتقل إسرائيل هؤلاء القادة؟ لماذا اغتالتهم عبر القصف الجوي؟ ولماذا يحيى السنوار لم تغتاله إسرائيل عبر القصف الجوي؟ حسب الرواية الإسرائيلية كان هناك دورية اشتبهت في المنزل الذي كان يوجد فيه يحيى السنوار واشتبكت معه وأدى ذلك إلى اغتياله. لماذا تريد إسرائيل طمس الحقائق؟ لماذا تريد حماس الحفاظ على صورتها كحركة مقاومة إسلامية؟ حماس وإسرائيل شريكان. هناك من يقتل قادة حماس من داخل حماس أولا، ومن ثم إسرائيل. إسرائيل تريد إنهاء وجود القيادات التقليدية داخل حماس في سبيل إخراج وصعود قيادات جديدة. اليوم نحن أمام احتمالية أن هناك اختراق أمني كبير داخل حماس يسهل عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل. إسرائيل مجددا اغتالت أكثر من 60 قيادي داخل الحركة. هذه المعلومات ليست للعوام. هناك عدد معين داخل حماس يعلم تحركات وأماكن تواجد هؤلاء القيادات. حماس متهمة بقتل أبنائها عن طريق إسرائيل، وإسرائيل المستفيد الأكبر تريد طمس حقيقة ما جرى يوم 7 من أكتوبر المشؤوم، تريد إخفاء الأدلة، تريد إخفاء الحقائق. واليوم نحن أمام سؤال كبير: لماذا اغتالت إسرائيل كل قيادات حماس عبر القصف الجوي، واغتالت يحيى السنوار في اشتباك مسلح مباشر قام به بعض جنودها في غزة؟ عندما نكتشف الحقائق نكتشف أو نعلم بأن 7 من أكتوبر هو أكذوبة وجريمة اشتركت بها حماس وإسرائيل. تحياتي مجددا.